عاملين ايه؟ تعالوا ننزل ب450. انا جمعتهم، يلا ننزل بيهم نشتري بهم شويه حاجات للبيت. البيت ناقصه شويه حاجات، تعالوا ننزلوا مع بعض نشتري ونشوف هيجيبوا لنا ايه 450، وجبنا بيهم ايه وايه الاسعار اللي احنا اشترينا بيها، وبالمره نجيبوا التموين مع بعض ونشوف جبنا ايه في التموين وايه الاسعار كل حاجه مع بعض. يلا بينا نشوفوا مع بعض جبنا ايه، يلا بينا. اول حاجه كده انا نزلت وجبت كده شويه مشتريات كده من كذا محل. جبت كده اول حاجه كده جبت نص كيلو من الصدوق. نص كيلو عامل 70 جنيه. جايبه الصدوق ده من جزيره مكه، لو حد ايه ما عندي هنا في نفس المنطقه. جايبه نص كيلو حلو كده، قلنا نعمله مثلا جنب مكرونه او اي حاجه يعني. جبت تاني برضو من عند بندق اللبن اللي هو البشاير ده، عامل اللي هو يعني وزنه 450، كان عامل 16. بندق عامل عليه عرض ب16. جبت برضو اللي هو علبة التونة ديت توليدو عامله 24. وجبت واحده اللي هو ليسون بالليمون، أنا كنت عايزه اجيب ليسون بس ما لقيتش غير ليسون مع الليمون. جبت دوت اللي هي ازيز، كان عامل 22 تقريبا، مش عارفه فيها 12 باكت او 24 باكت مش فاكره، لان دي الكبيره يعني مش الصغيره. جبت واحد من اللي هو البقسماط مطحون اللي هو ريتش باك، كان عامل 23 الا ربع، يعني 23 او بالظبط 22 75 قرش. من اللي هو ريتش باك ده حلو جدا جدا، انصح اي حد يجيبه احسن من السايب. لقيت بندق بقى عامل عرض على المكرونه ديت اللي هي اسمها الكيس المكرونه الواحد عامل 8 جنيه 75 قرش. ف عفوا انا رجعت الفاتوره، لا الكيس الواحد عامل 8 ونص، فجبت تلات اكياس من اللي هي المكرونه الاقلام عشان لو عملنا بشاميل او اي حاجه. هما التلاته لو جيتي بصي هتلاقيهم التلاته عاملين كيلو، يعني كيلو 50 جرام حاجه زي كده يعني، والكيس في قلبه 350 جرام. انا اول مره بصراحه اجرب النوع المكرونه ده، لو حد جربه اكتبوا لي في التعليقات تقولوا طعمه حلو ولا ايه. جبت كيسين من النسكافيه، كيس النسكافيه ده كان عامل 6 جنيه الواحد، لا ب6 ونص الواحد، عامل 6 ونص، اللي هو نسكافيه 3 في 1، انا بحبه انا جايبه ليا. بصوا بقى جبت مكرونه من عند شيخ العرب. جبت بقى نص كيلو من الصغيره عشان اعمل كشري، ونص كيلو من الاسباجيتي. يعني جايبه كيلو نص نص ونص، نص صغيره ونص اسباجيتي. الكيلو عند شيخ العرب عامل 22 من المكرونه، جبت دومات عشان نعملهم الكشري. وجبت برضو كيلو من المكرونه اللي هي العاديه ديت، الكيلو عامل برضو 22. كده انا جبت يعني يعتبر جايبه النهارده كده 3 كيلو من المكرونه. جبت كيسين بيكنج باودر، الاتنين عاملين 5 جنيه. وجبت برضو علبة تمر اللي هي اسمها تمور. بصراحة أنا أول مرة أجرب النوع ده، فيا رب يطلع حلو. أنا جايباه عشان بصوا أنا هحشيه، هجيبه يا بنات، هفتحه كده، هفتحه واطلع كده البذل من جواه وهحشيه مكسرات. تقدري تحشيه سوداني مثلا، ممكن تحشيه مكسرات. انا عندي هنا كيس مكسرات مشكل. هفتحه، هفتح العلبه ديت وابدا احشي فيه. مش عارفه بصراحه اشارككم في الموضوع ده ولا لا، لسه مش عارفه بصراحه، ما قررتش. فلو تعرفوا نوع التمور ده حلو اكتبوا لي في التعليقات قولوا لي حلو ولا لا بالله عليكم، عشان لسه عايزه كمان اجيب كمان علبه. بس انا مش مرضتش اشتري، قلت اجرب دي الاول، لقيتها كويسه اجيب نفس النوع ده، لقيتها مش قوي هجيب نوع تاني. جبت من عند شيخ العرب، انا كنت عايزه بخور. البخور اللي عندي خلصان، كان جاي من السعوديه بصراحه، وانا طبعا بقى جايبه مبخره جديده ومريها لكم، شاركاها معاكم في مشتريات اللي هي زينه رمضان. فعايزين بقى نشغلوها بقى البخاره ديت، عندي فحم فكنت عايزه لها بخور، فقلت اجيب بخور سايب كده على ما ابقى ايه اشتري بخور وكده ايه. جبت برضو كيس باهي ده اللي هو الكيلو، كان عامل بندق عامل عليه عرض ب45، اللي هو باللافندر حلو. جبت واحد، هجيب على ده كيلو، هجيب بقى كيلو من اللي هو السايب اللي هو تقريبا بيتباع ب25 واخلطهم مع بعض هيبقى حلو، او ممكن ابشر عليهم صابونتين من اللي هو الصابون الابيض ده. جبت طماطم، الطماطم كانت حلوه وحمراء، الكيلو كان عامل 16، انا جبت ب10 كيلو زيني ب10. جبت بقى البطاطس وجبت بتنجان، جبت دمت نص كيلو بتنجان كانوا عاملين 5. كيلو بتنجان كان ب10، فجبت التلاتة دمت عاملين نص كانوا عاملين 5. جبت 3 كيلو ونص من البطاطس، كان عاملة 10. كيلو البطاطس عامل 10. بس ما شاء الله بطاطس حمرا وطلعت تحمير. انا جربتها دلوقتي قبل ما اعمل مونتاج للفيديو، الاتنين لقيتها فعلا تحميره، كنت خايفه بصراحه تطلعش تحمير. فيلا بقى، لو لسه بقى ما عملتليش لايك للفيديو، اتمنى من حضرتك تدعميني وتعملي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركه، وتشجعوني بجد. انا بتعب في الفيديوهات جامد والله، وبحاول على قد ما اقدر يا رب تستفادوا وتاخدوا اي فكره، بحاول على قد ما اقدر ادي اي حد فيكم فكره. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات لو في اي حاجه اللي هي التمور ديت حد جربها، اكتبوا لي في التعليقات. ومكرونه الزيت ديت لو حد برضو جربها قولوا لي ايه رايكم، يعني النوع ده كويس وحلو كده معايا ولا ايه. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات يا بنات. تعالوا يلا بقى نشوف مع بعض انا اشتريت ايه من التموين. بصوا بقى انا جبت من التموين، انا دايما بحب ان انا النقط بتاعه التموين ما اجيبش بقى اي حاجه وخلاص. انا دايما مثبته كده من التموين بجيب كيلو شعريه.
هما 3 أكياس شعرية بيعملوا حوالي كيلو. لان كيس الشعريه، بص انا جبت ازازتين زيت، الزيت ده شكله كان حلو كده نضيف شويه، مش اللي هو، لان في ناس كتير قوي بيشتكوا من الزيت الايام دي بتاع التموين. لا بصراحه الزيت بتاعه ده فاتح كده مش غامق. وجبت اللي هما 3 كيس من اللي هما الشعريه السلفانه، ده الكيس 350 جرام، يعتبروا كيلو زي ما بقول لكم. وجبت كيسين سكر. انا كل شهر بجيب اللي هما 2 زيت و2 سكر، وبثبتها معايا الشعريه، دايما الشعريه اجيبها من التموين. وعلى فكره نوع سلفانه ده كويس. لو وصلت معايا لحد هنا، ما تنسيش تدعميني لو لسه ما حطيتيش لايك، وتشترك عندي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.